عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين الشحات أمام رقم تاريخي في كأس العالم للأندية. لو شارك في مباراة بالميراس، طبعا بجمهور النادي الأهلي مش عايزه يشارك وما يتمناش إن هو يشارك، ويتمنى إن هو يمشي أصلا من النادي، يعني معظم أو 90% أو ممكن 100% بعد اللي حصل في مباراة انتر ميامي. والرقم التاريخي ده هو السبب الرئيسي في كأس العالم للأندية، إن هو لو لعب مباراة بالميراس هيكمل 17 مباراة وينفرد طبعا اللي وراه طاهر محمد طاهر ب 14 مباراة، ولو طاهر شارك هيبقى 15، فطاهر في الملاحقة معاه وراه يعني. طبعا حسين الشحات ورا السبب ضياع الهدف بتاع انتر ميامي. وكان عنده يعني في بعض الناس طلعت وقالت من اي لاعب بيضيع واي لاعب مش عارف ايه والمشكله ومش عارف ايه. الكلام ده لما يكون في لاعب ما عندوش غير حل او اتنين، حل يعتمد على المهاره بتاعته، وحل ان هو يباصي لزميله وزميله بعيد هو يباصي له، هو عمل اللي عليه. انما هو كان امام يعني كان قدامه ثلاث حلول بثلاث لعيبه باثنين دفاع، ما حصلش. المهم ما علينا. وهو ده السبب الرئيسي طبعا زي ما قلنا ضاع الكوره. وان في بعد حسين الشحات كان محب لزمايله ومساعد لزمايله في هدف امام عاشور، لان هو فضل امام عاشور على نفسه وبصاها لامام عاشور في مباراه فاركو في الدوري، وخد امام عاشور هداف الدوري المصري. طيب هنتكلم على حسين الشحات والناس في، انا شايف ان ما فيش ولا واحد من جمهور النادي الاهلي بيحامل حسين وما يتمناش زي ما قلنا ان هو حسين يلعب في النادي الاهلي تاني خالص. في ناس يعني ما فيش كلام يتقال بعد اللي حصل من حسين الشحات بصراحه. فكل واحد بيروح كاس العالم للانديه ويتمنى ان هو بيلعب في كاس العالم للانديه فاي لاعب من الاساطير الكبار، يعني زي ميسي مثلا او صناع العاب محترمين، يعني توني كروز، كريستيانو، اللعبه المعروفه الاساطير، انيستا، تشافي، الحاجات اللعيبه دي ما بتفكرش غير في النادي، ومصلحه النادي. انت طول عمرك بتتكلم تقول لك احنا ان شاء الله هنشارك، ما قلتش انا هشارك، هنشارك في كاس العالم للانديه وان شاء الله هنعمل مستوى ومش هنعمل مستوى، ما فيش حد يفكر في نفسه مش عارف ايه، واول واحد فكر في نفسه هو انت. وما لم اظن يعني ان لو المدرب نزل حسين الشحات فناس هتسيب المباراة هتهاجم ريبيرو ان هو السبب الرئيسي في التبديل الغريب اللي هو نزله، والثلاثي الخطير اللي نزل مع يعني تصفية الدكة، لان في ناس في الدكة اصلا المفروض تمشي من بدري من النادي الاهلي. ان انت بتعمل تعديل فتعمل تعديل كامل للفرقة يا ما تعملش. انا ما اجيبش عناصر اساسيه، طب وانا في الدكه ما فيش تبديل، ما فيش بدله في الدكه. انا الدكه ما هم اللي انا بلاعبهم ولا انا مش عايزهم في النادي الاهلي، انت بتنزلهم لي، يعني انا مش متفاجئ هتنزلني مين. الاداء في النازل كل حاجه ما شاء الله يعني ماشيه مش حلوه. لما تلعب مع بالميراس هتعمل فيه ايه؟ بالميراس اقوى 100 مره من انتر ميامي. يعني انت بتقول لي بتقلل من انتر ميامي، اقول لك ايوه قلل منه يا عم، ده فريق ضعيف والله فريق ضعيف ويمكن اضعف فرقه في الدوري بعد اوكلاند سيتي اللي شال 10 من البايرن. ما علينا. الناس بالنسبه لي يعني الناس بتتكلم وسايبه مستوى الاهلي في كاس العالم للانديه وان احنا كمباراه اساسيه ومش عارف ايه، بس انا عارفه واللي انا يعني متاكد منه ان شاء الله، يعني ان مباراه بالميراس مش هتعدي كده بسهوله، او مش هنخسر ان شاء الله، مفيش خساره، لان النادي الاهلي هيلعب وهو ما بيحبش السهل، ده اللي معروفه. اي مباراه سهله بنخسر فيها يا بضربات الجزاء يا بهدف بتضيع دي معروفه. بس ان شاء الله مباراه بالميراس وبورتو هتبقى مختلفه عن المباراه اللي قبلها اللي هي انتر ميامي. اي نعم احنا ضيعنا وعدت مننا المباراه، بس مش مشكله، خلاص اللي حصل حصل. ولو فزنا بمباراه بالميراس ان شاء الله هنصعد طبعا بالمواجهات المباشره ونقدم اداء حلو وبعد يعني حسين الشحات من عيون جمهور الاهلي، عشان خلاص حطت عليه دايره زيه زي كهربا. وفي لعيبه تانية بس هي مستنيه ايه تغلط، يعني الجماهير الاهلي مستني اللعيبه ان هي تغلط عشان تمشي، وربنا يسهل ونفوز المباراه بتاعت بالميراس وان شاء الله نشوف شكل جديد. السلام عليكم.